صباح الفل عليكم، او على حسب ما تشوفوا الفيديو ده، التوقيت اللي هتشوفوا فيه الفيديو ده. شكرا لكل الكومنتات الحلوه اللي جاتني، بجد بشكركم كلها كلكم من قلبي. واي حد عمل فالو للصفحه بشكره جدا. وعايزه اقول حاجه، الناس اللي بتدخل على الخاص يا جماعه، انا ما بردش على حد على الخاص. انا ما بردش على حد على الخاص. فحضرتك لما تدخل على الخاص تقول كلام لا يليق، انا مش هرد عليك، او حتى يليق، انا مش هرد على حد على الخاص. حضرتك عايز تكتب كومنت نتناقش بأدب وباحترام، سواء الكومنت ده يعني بتنتقدني فيه او بتقول معايا حق او اي حاجة، تمام هسمعك. اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، يعني قول حضرتك رأيك بمنتهى الأدب، وأنا هرد عليك برضو بمنتهى الأدب، حتى لو رأيك مختلف مع اللي بقوله، مفيش مشكلة خالص. وبمناسبة الفولو بتاع الصفحة أو بتاع أي صفحة، أنا مش بتكلم عن نفسي، أنا دلوقتي بتكلم بشكل عام. لما تلاقي حد بجد كل المحتوى بتاعه إن هو يعني أنا قلت أفكر معاكم في الموضوع ده بجد، لأني لاحظت حاجة غريبة جدا ومش عارفة الناس بتفكر إزاي. لما واحد يكون المحتوى بتاعه كل المحتوى بتاعه إن هو بيطلع ياكل، أو بيطلعوا يستعرضوا الأكل، أو بيقولوا أكلوا إيه، والكاميرا مفتوحة في بيتهم 24 ساعة 24 ساعة، بيصوروا حياتهم الشخصية جدا جدا. يعني أنا أعرف محتوى لواحدة ما بتعملش حاجة غير إنها بتنده لجوزها عشان ياكل بس، والاقي مثلا عندها فولور معديين المليون. يعني أنا عايزة أعرف هو الغلط فين بجد. يعني ألاقي تانية صفحات تانية فيها سياسة، فيها ناس بتقول حاجة مفيدة. يعني أنا مش بتكلم عن نفسي، أنا واحدة غلبانة، أنا بتكلم عن صفحات فعلا مهمة. يعني أنا عن نفسي متابعة شوية منهم، وبعد كده ألاقي إيه، الفولور عندهم ما يتعدوش الكام واحد، ودول معديين الملايين. طب هو مين السبب في ده؟ لا بجد، يعني هو مين السبب في ان المحتوى ده او النوع ده من المحتوى يعلى؟ يعني هي الناس ذوقها اتغير، ولا الناس بقت تستسهل، عايزه حاجه خفيفه، مش عايزه حاجه مثلا توجع دماغها؟ يعني في واحد فاتح الكاميرا 24 ساعه يصور مراته وهي بتاكل وهي بتشرب وهي بتولد وهي بتعيط، ادق اللحظات بيصوروها، ومش فاهمه ليه. يعني ومع ذلك تلاقي عندهم الفولور بالملايين. هو ايه اللي حصل في نفوس الناس؟ يعني ايه اللي حصل مع الناس؟ ذوقها اتغير، ولا من كتر مسلسلات البلطجة اللي هي في التلفزيون والمخدرات، ومن كتر الحاجات اللي الناس دي بتشوفها، يعني ذوقها اتغير مثلا؟ او برامج النميمة اللي، او يعني مش هعمم، معظم البرامج بقت نميمة، فالناس ذوقها اتغير. ما بتحبش. يعني على فكرة في ناس بتقدم محتوى طبخ او حاجه كوميديه، ان انت تقدم حاجه كوميديه، تمام. على فكره الضحك في حد ذاته هدف. ان انت تقدم محتوى طبخ بتعلم الناس، مفيش مشكله، حتى لو مشهد تمثيلي مفيش مشكله. لكن لما افتعل موقف واصور مراتي وهي بتاكل وهي بتشرب وهي نايمه وهي مش عارفه يعني، او داخله تعمل تيست معرفش ايه، يعني عيب. ايه ده؟ احنا ازاي وصلنا كده؟ والاقي الناس عامله له فولور بالملايين، ولا انت بتعملوا الحركات دي علشان يجي لكم فولور بالملايين؟ والله عيب، والله عيب. يعني احنا عملنا ايه غير يعني بننتقد ناس وبنعمل زيهم، واحنا اللي بنعلي على فكرة صفحاتهم. انا ما بتكلمش الناس اللي عندي، او انا بتكلم بصفة عامة بشكل عام، عشان محدش يقول بتخصص مين او بتتكلم على حد معين. لكن لما اصور ادق تفاصيل حياتي الشخصيه والاقي الناس عامله فالو للصفحات دي، يا جماعه انتوا اللي بتشجعوا الحاجات دي. انا بتكلم على الناس اللي بتشجع الناس ديت وبتعمل لهم فالو للصفحه. وللاسف يعني حتى دمهم ما بيبقاش خفيف، وهم بيصوروا الحاجات دي بيبقوا يعني مش عايزه اقول لكم دمهم طينه. يعني انا مش عارفه، اتمنى تردوا عليا في التعليقات وتقولوا لي ايه السبب اللي بيخلي الناس اروح اتفرج على حد بياكل، او حد بيشرب، او حد بيصور مراته وهي في حمام السباحه، او بتعيط او بتاكل او بتشرب، ليه؟